اكثر شيء احبه الريوق بالويكند وخصوصا يوم الجمعه، والاحلى اذا كان بعد الريوق صحي، اكل بدون تأنيب ضمير. تعالوا معاي المطبخ واوريكم هذه الوصفات شلون حضر. ناخذ من زعتر الدقة الطبيعي ونخلط معاه شوية زيت زيتون بهذا الشكل. عندنا هني الحلوم نقطعه شرايح بهذا الشكل، نفرد خبزة الصاج ونحط داخلها الحلوم، عليها زعتر الدقة الطبيعي، شوفوا قطع الجوز، وبعدها نحط عليها الطماط، زيتون الشرايح، ونلفها بهذه الطريقة ونحمشها بمقلة ناشفة، نقطعها ونحطها في طبق التقديم وبالعافية. زعتر الدقة عبارة عن زعتر طبيعي 100% غني بالفوائد والفيتامينات اللي تغذي أجسامنا، وهم بعد في تشكيلة من المكسرات اللي إذا كليتوها الصبح على الريق راح تمدكم بالطاقة طول اليوم، بالإضافة إلى أن داخله في خلطة وأعشاب خاصة تقوي جهاز المناعة عندنا وتقوي الذاكرة وتقوي الدم. في مقلة تدخل الفرن أو بايركس نقطع شوية شيري توميتو مع غصن روزماري وشوية فستق حلبي وزيت زيتون وملعقتين كبار من زعتر الدقة، ندخلهم الفرن لين تنشوي الطماطة عدل، نحطها على اللبنة التركية وتتقدم بالعافية. نسخن بالمقلة شوية زيت زيتون، نملح البيض وشوية فلفل، نخفقه ونحطه في المقلة بهذا الشكل، نقطع الحلوم شرايح رقيقة، نقلب البيضة، نحط الحلوم داخلها، الطماط، الزيتون وشوية من زعتر الدقة ونسكر، نجفسها بهذه الطريقة وتتقدم عليكم بألف عافية. من فوائد الزعتر الدايت انكم اذا كليتوه على وجبة الفطور كل يوم الصبح مع اي نظام غذائي انتم متبعينه راح يساعد على حرق الدهون وتنزيل الوزن وسد الشهية، لانه مو بس يحتوي على زعتر طبيعي، يحتوي بعد على اعشاب طبيعية تساعد على تنزيل الوزن. ناخذ شوية من زعتر الدايت مع زيت زيتون ونمسحها بالخبز العربي المقصص مثلثات وندخل الفرن لين يصير مقرمش. عندنا حبة افوكادو نحط عليها شوية زيت زيتون، ملعقتين من زعتر الدقة ونهرسها بهذا الشكل، نحطها بطبق التقديم مع جبنة الفيتا وزيت زيتون ورشة من زعتر الدقة الدايت، ونقدمها مع الخبز اللي حمصناه، جدا لذيذة. للمقات ناخذ نتفة زبدة نذوبها ونحط عليها ملعقة كبيرة من المقات ونقلب كل شيء، بعدها نحط 250 ملي من الحليب يكون جاهز للتقديم. المقاد جدا مفيد حق صحة المرأة الوالدة اللي بالانفاس، راح يرد عافيتها ويرد جسمها ويرم عظامها ويدر الحليب، بالإضافة إلى الناس اللي قدر الله عليهم مسوين حادث ويعانون من كسور أو مسوين عمليات، يحاولون يدخلون المقاد في نظامهم الغذائي وراح يسرع من شفائهم بإذن الله إن شاء الله، راح يرم العظام رم. الناس اللي مسوية عمليات الركاب تعاني من هشاشة العظام، مبدلين الصابونة، عندهم خشونة بالمفاصل، المقات وايد راح يريحكم وراح تشوفون بإذن الله الشفاء. حتى الناس اللي تعاني من عرج النساء وايد زين المقات لهم. يوفرون بعد شاي الماء الفاخر، طبعا عندهم انواع كثيره من الشاي مثل شاي الافطار، الشاي الانجليزي، الشاي بالنعناع، واخر شيء عندنا الشاي الاسود بالهيل. كل حبه شاي مقلفه بهذه الطريقه وطريقتها وايد حلوه غير عن كل اللي عليكم تجيبون كوب في ماي حار او استكانه وتغمرون نوع الشاي اللي تفضلونه داخل الماي بهذه الطريقه وراح يصير عندكم احلى شاي. الفكره وايد حلوه حق الخيام الحين، الاستقبالات، الكشتات، الشاي جدا طعمه لذيذ ويعتبر من انواع الشاي الفاخر. طبعا اذا حابين تطلبون منتجات تركش دقة تقدرون تتواصلون معاهم واتساب على هذا الرقم وتطلبون المنتجات اللي انتم حابينها، وهم هذا انستغرامهم، تابعوهم حاطين تفاصيل شاملة ومتكاملة عن جميع منتجاتهم بالاضافة الى فوائدها. اتمنى منتجات ووصفات اليوم عجبتكم واتمنى لكم الصحة والعافية يا رب، وحياكم الله مرة ثانية واشوفكم على خير.